في عناصر من اللي شاركوا في تنفيذ الهجوم رصدناهم وهم بيشتروا اكل. اتحركوا بيه لعماره تحت الانشاء جنوب العريش، وحددنا الاحداثي بتاعهم. حق الشهداء هيرجع النهارده. عايزين بعد الجنازة نذيع بيان القوات المسلحة على طول، ماشي؟ يلا. عايزة تغطية لوصول الشهداء لأهاليهم والجنازات في كل مدينة. حاضر. وعايزة لقاءات مع أهالي الشهداء. ربنا يصبرهم على اللي هم فيه. الله يكون في عونهم بصراحة. نور، البقاء لله يا نور. ونعم بالله. اتفضل حبيبي، اتفضل. ربنا يطمني عليك يا رب. اتفضل يا ابني. تشرب حاجة يا حبيبي؟ لا متشكر يا طنط، ربنا يخليك. اتفضل اقعد. والله أنا قلبي بيتقطع على زمايلك بعد ما سمعت الأخبار، اللي استشهد واللي اتصاب. ربنا يصبر أهاليهم يا رب. ربنا يصبرهم. أنا لميت الحاجة بتاعت إسلام كلها في الشنطة دي. على فكرة بكلمه كتير في التليفون ما بيردش، ورحت له المستشفى قالوا لي إن هو مانع الزيارة، فقلت لهم يقولوا له إن أنا نور اللي بره، فطلعوا قالوا لي إن هو نايم. كان ناقص يعني يقولوا لي بيقول لك نايم. معلش يا ابني، انت عارف الظروف اللي هو فيها، وبعدين اسلام مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه. انا طول النهار عماله اعتذر للناس. بس معلش يا طنط، أنا عايزك تحاولي تخليني أقابله وأقعد معاه. طب اروح له النهارده هقول له، بس عشان خاطري ما تزعلش. لا أزعل منه ده إيه؟ إسلام ده أخويا وأنت عارفة كده كويس. طيب أنا مش عايز أطول عليكي، اتكل أنا على الله. ده مش هتتغدى معايا؟ لا مش هلحق، أنا جيت من هناك على هنا على طول، حتى ما روحتش البيت، فلازم أروح عشان أطمنهم عليا. وأنت لو احتجتي أي حاجة في أي وقت يا ريت تكلميني. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي. سلام يا طنط. مع ألف سلامة. هو إسلام عرف حاجة عن اللي حصل في 101؟ اسلام ما بيتفرجش على تلفزيون ولا بيسمع اخبار ولا حتى بيمسك موبايله. انا سبته امبارح وما كانش عارف اي حاجه. تمام. سلام يا طنط. مع السلامه يا حبيبي، ربنا يستر طريقك يا رب. فجنا كلنا نقول للعقيد طارق ان مش حد فينا هينزل اجازته الا ما تجيب حق اخواتنا اللي استشهدوا. الله يرحمك يا شحات ويصبر اهلك. انا مش عارف ازاي استحمل الموقف ده. لولا الشحات كان زمان التكفيري دخل النيز وفشل نفسه فينا. احنا لازم لما ننزل اجازه نروح كلنا لاهله ونقول لهم ان هو استشهد وبطل. سبحان الله، هو اللي بيختار. الله يرحمه عصمت، يعيش من كرم القواديس عشان يستشهد بعد ما يجيب حق اخواته. كان وشه منور زي البدر لكنه كان خابر. توكلنا على الله. يا جدعان، انا لو استشهدت مش عايزكم تزعلوا عليا خالص، انا بس هأمنكم امانه. انت يا عبد الحي هتكلم ابويا وتبلغ الخبر، وانت يا وائل هتروح بجتة لحد باب الدار. وانت يا عبد الحي ايه وصيتك؟ تمام يا وائل، انا كاتب كل حاجه في ورقه سايبها لاخويا. وبعدين يعني لو استشهدت عاوزي من الدنيا، انا اللي عاوزه هطلبه من ربنا. وائل مش عايز توصينا؟ لا انا عارف ان انا مش هستشهد، حاسس انها مش مكتوبه لي. رحت البيت ولا جيت على هنا على طول؟ خلصت الجنازه وجيت. ايمان عندها القمه الافريقيه ورجعت على الوزاره. كلمت مامتك؟ طبعا بعد الهجوم على طول، ولا كانت هتموت من القلق. كلمتني كتير بعد ما وصلت بس مش قادر ارد على التليفون، هعدي عليها بالليل. طاقتك خلصت.
انت اكيد دلوقتي في قمة الحزن والغضب من اللي حصل، وبتحمل نفسك مسؤولية كل حاجة. وعلشان نختصر حوار طويل، خلينا نطلع لقدام. قادر تكمل في شغلك بنفس الحماس وبنفس القوة وتركيز أكبر، ولا طاقتك خلصت؟ قادر طبعا. ده المهم. خلينا نفكر في اللي جاي مش اللي عدى، ونستفيد منه ونرجع أقوى. وجودهم وسط اهالي سينا مكتفنا. بيجي لهم مساعدات من دول واجهزه امنيه. عندهم اعلام بيروج لهم والناس بتصدقهم. الرئيس كان عنده حق. احنا بنواجه اخطر تنظيم سري في العالم كله. واحنا مش قليلين يا خالد. انا مش عايز اقول الكلام بتاع مصر والتاريخ، ومش هقول كلام شعارات. احنا قابلنا اللي اسوأ من كده بكتير، وعدينا منه وهزمناه. عارف ايه بقى اللي انت مش هتقدر تهزمه ابدا، لانه اقوى جهاز امني في العالم؟ ماما هي جت ولا ايه؟ انا كنت عارفه يا حبيبي ان هلاقيك هنا. معلش انا كنت عامل تليفوني سايلنت، كنت لسه هكلمك على طول. ما يهمكش يا حبيبي، شد حيلك. انا قريت اسامي الشهداء اهو، وعرفت انهم كانوا اصحابك وخدمت معاهم سنين. طب انا هروح اشوف الغدا جاهز ولا لا، هرجع لكم على طول. احكي لي يا حبيبي. طب اطمنتي على؟ الحمد لله ما لقيتش اسمه في المصابين ولا الشهداء. يا بنتي انت مش اخذتي رقمه عشان تطمني على زميله لما انصاب؟ ايوه بس ده عشان اطمنه على زميله ونقله للقاهره. طيب طالما ما لقيتيش اسمه في الكشوفات يبقى نكلمه مكالمه. ساره كفايه زن في الموضوع بقى، انت جايه المستشفى ليه؟ هقول لك، اصل ام اسماء صاحبتي صوبت امس، شقتهم قدام القطاع، فقلت ايش قعد اطمن عليها، هي ست طيبه وغلبانه. طب روحي اطمني عليها. ماشي. ست مها ازيك؟ اهلا يا دكتوره. محمد انت بقيت كويسه والحمد لله. كنت بطمن على دراعه. طب ودكتور حسام طمنكم؟ ربنا يكرمه. وبعدين هيضل ايده ملفوفه لمده اسبوع، نسوي لها اشاعه ونرجع لها. طب لو احتجتي اي حاجه كلميني، انا هجيلك على طول. بنت قصور، ربنا يخليكي لينا. ان شاء الله ما فيش حاجه. معلش يا حبيبتي، الانفجار كان جامد قوي. يا رب خلصنا منهم واجعل كيدهم في نحورهم، قادر يا كريم. يا رب يا رب يغروا من بلدنا بقى علشان ترجع زي ما كانت زمان. هتنضف يا دكتوره. حلو يا محمد. شفتي؟ الحمد لله. مع السلامه. اتفضلي.